السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 90 دقيقة من العك والهبد الكروي كرهوني في كرة القدم. قربت اروح اتجه لأي رياضة تانية أشجعها بدل كرة القدم يا جماعة. مباراة النادي الأهلي وسموحة النهاردة والعك والهبد الكروي. لعيبة النادي الأهلي لا تصلح للنادي الأهلي. احنا لما كان موسيماني بيدرب النادي الأهلي وحصد بطولات وعمل ارقام قياسيه مع النادي الاهلي، وظهر بعد كده النادي الاهلي بمستوى سيء واللعيبه شطبت، طلعنا كلنا شككنا في قدرات بيتسو موسيماني وقلنا العيب عيب المدرب بيتسو موسيماني، وجبنا ريكاردو سواريز وعمل نتائج سلبيه، وقلنا ريكاردو سواريز لا يصلح لتدريب النادي الاهلي. هو كان مدرب ناشئ مش مدرب محترف. جبنا مارسيل كولر وظهر النادي الاهلي في الدوري بمستوى ممتاز، والنادي الاهلي بيرجع لمستواه السيء. مباراه النادي الاهلي النهارده مع سموحه، وقبل كده مباراه فاركو، والمباراه اللي قبلها مباراه فوتشر اللي تعادلنا فيها بالتعادل الايجابي 1-1. لكن العيب عيب لعيبه كسر لا تصلح للنادي الاهلي. النادي الاهلي منذ تولي محمود الخطيب ما عملش صفقه عليها الرمى. يعني الصفقة الوحيدة اللي جت للنادي الأهلي هو ديانج، الصفقة السوبر اللي جت للنادي الأهلي هو ديانج. يبقى الأهلي محتاج صفقات عشان يقف على رجليه. فنتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يقدر في يناير يدعم صفوف النادي الأهلي ب7 صفقات 5 صفقات 8 صفقات. النادي الأهلي كده عايز غربلة. معظم اللعيبه 7 لعيبه 8 لعيبه في النادي الاهلي لازم تمشي وتتسرح من النادي الاهلي، عشان اللعيبه دي ما تنفعش تلعب في النادي الاهلي. والعك النهارده اللي شفناه في مباراه النادي الاهلي وظهور بعض اللعيبه بمستوى سيء، مش بعض اللعيبه كلها اللي كانت في المباراه النهارده ظهرت بمستوى سيء. مارسيل كولر لما جه النادي الاهلي والنادي الاهلي ظهر في اول 3 مباريات 4 مباريات في الدوري باداء عالمي، كل الناس كانت طالعه تمدح في مارسيل كولر، واحنا عارفين ان كولر لما جه يدرب النادي الاهلي بيدرب لعيبه النادي الاهلي على حاجتين: اللعب السريع السليم والتحرك بدون كره. ولاعيبه النادي الاهلي افتقدوا الحاجتين دول اللي شفناه النهارده في مباراه سموحه. بصراحه لعيبه النادي الاهلي ما عملتش اي حاجه في المباراه النهارده. ممكن كنا نخسر. طارق العشري النهارده بيلعب بطريقه دفاعيه واستغرب منها مارسيل كولر، قال لك انا 17 سنه احتراف و23 سنه تدريب، عمري ما شفت الوضع ده. لكن يا مارسيل كولر لازم تتاقلم وتتعايش مع الدوري المصري وتفهم الدوري المصري عشان يفهمك وترتاح. ده طريقه لعب الفرق والمدربين امام الاهلي وامام الزمالك. وطارق العشري اخره يخطف بونت من الاهلي وبونت من الزمالك. ده مش غريب على طارق العشري، هو مدرب ممتاز وعارف قدرات لعيبته وبيلعب بالطريقه الدفاعيه دي. اما مارسيل كولر لازم يعرف ان ده الدوري المصري فيه طرق دفاعيه كلها 11 لاعب بيدافعوا على المرمى، تضييع وقت بالهبل، فلازم تتعايش مع الدوري المصري. عموما قبل ما نبدا فيديو النهارده وحلقه النهارده، دي قناه على اليوتيوب، خش اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانت وذوقك لازم تخبط اللايك، ما تخبطش اللايك انت وذوقك تقديرا للمجهود اللي بنبذله. ابدا الفيديو على بركه الله، ما تنساش تصلي على النبي وتكمل الفيديو للنهايه، ونتكلم عن مباراه الاهلي وسموحه ومباراه الزمالك والمقاولون العرب. والزمالك النهارده فلت من الهزيمه امام المقاولون، والحظ وقف امام ذئاب الجبل. صلى على النبي واخبط اللايك وكمل معايا الفيديو للنهايه. الاهلي وسموحه. اولا كده الاهلي لعب فوتشر تعادل ايجابي، لعب فاركو فاز على فاركو في الدقيقة 96 من وقت بدل الضائع، والنهارده بيلاعب سموحة. انتهت مباراة المقاولون قبل مباراة النادي الأهلي بالتعادل السلبي. الأهلي يستغل تعادل الزمالك والمقاولون؟ لا. جات لك هدية وترفضها ليه النادي الأهلي؟ عموما النادي الأهلي بدأ المباراة أساسا بمستوى سيء، اللعيبة في الدي أوف، اللعيبة مش حاضرة ذهنيا، اللعيبة ما عندهاش لياقة بدنية، اللعيبة يعني النهارده بنشوف السولية وحاجة ما تزعلش منها، ولازم الحاجة دي لازم يكون في بديل للسولية في يناير، عشان هيجي يناير السولية ده لازم يقعد على دكة الاحتياطي. السولية فقد حاجات كتير من ميزاته، من ميزات كرة القدم في الملعب. شفنا السولية النهارده كم سميث بصغر، علي معلول كذلك الامر، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم النهارده ومحمود متولي.
هم دفاعيا ممتازين، لكن النهارده محمد عبد المنعم عمل غلط كده، كان هيكلف النادي الاهلي هدف. محمد الشناوي انقذ كاس كوره، كذا كوره يعني. بشوف النادي الاهلي النهارده مفيش حلول فرديه. محمد شريف حركته اتحفظت، هو حافظ الحته بتاع النص دي وبيجري ورا اللاعب، مش مثلا ياخد لاعب مثلا لا، هو بيجري ورا الدفاع. طب الكره ما فيش كره اصلا لك، دي ميزه محمد شريف. فانا شايف محمد شريف لازم من الراحلين عن النادي الاهلي. احمد عبد القادر حركاته اتحفظت، لو مفيش مساحات قدام احمد عبد القادر مش هيعرف يرقص ويعدي، اخره هيحنكش كده وخلاص، والكره تتاخد منه تطلع حجم مرتد علينا. برونو سافيو تايه، عنده بطء شديد قوي، مفيش مثلا تمريره صح، مفيش مهاره فرديه يعدي من اللاعب. محمد هاني دليبر لاعب سريع، لاعب ممتاز في السرعه، بس لاعب سريع 100%، لكن على الارض عرضيات مفيش. فانا شايف ان محمد هاني بيأدي اسوأ اداء في لاعبي النادي الاهلي. محمد هاني كده من غير زعل يا جماعه، مش عايزين واسطه ولا محسوبيه ولا كوس، عشان الكوس هتدمر النادي الاهلي، ولازم نفوق، مش لازم نقع وقعه جامده عشان نفوق. فيا ريت محمود الخطيب يفك الخزنه كده ويعمل صفقات زي الناس. مش عايزين صفقات كسر يا جماعه، الاهلي ما جابش صفقه كده تملى العين، لاعب يمتعك، لاعب يعني 4 تغييرات النهارده ما عملوش الحلول الفرديه والحلول الهجوميه، ولا ادوا قوه هجوميه للنادي الاهلي. برضه النادي الاهلي هو النادي الاهلي، ما بيتعداش خط النص. كل محمد عبد المنعم، محمود متولي، لونج باص لونج باص لونج باص. اللونج باص بتدي لمين؟ وفي 4 من هجوم النادي الاهلي على خط واحد محاصرين من 11 لاعب من لاعبين سموحه. يا جماعه الكرة لما الفريق يبقى مدافع في حلول فردية، في كرات عرضية، لاعب بيجيب ضربات الراس، في ضربة ركنية، هو في ضربة حرة، لاعب بيسدد من خارج ال 18. لا، الاهلي عنده لا لاعب بيجيب ضربات الراس، لا لاعب بيعرف يسدد كرة من بره، لا لاعب بيعرف يلعب ضربة ركنية. غير كده النهارده سموحة بيدافع، ياخد الكرة لاعب سموحة الوينج الشمال عالجون عالجون. ليه بقى؟ ان محمود متولي ومحمد عبد المنعم قدام خط الوسط لمده 80 دقيقه النهارده، واي كوره فيها انطلاقه من لاعبين سموحه بتشكل خطوره على النادي الاهلي. النهارده مجدي قفشه نزل ما عملش حاجه. كريم فؤاد ظهر 3 مباريات 5 مباريات كده في الدوري، ممتاز جدا. جبهه هاني وكريم ضعيف، كريم بيشكل خطوره لما بيدخل العمق. مجدي قفشه هو جاب القضية وخلاص، عمل القضية وجاب دوري أبطال أفريقيا من الزمالك، وعلى كده خلاص قال لك أنا اعتزلت كورة، بلعب حلاوة روح في النادي الأهلي. مين تاني؟ حمدي فتحي. بس أنا ليه يعتاب على كولر؟ لازم ينزل ديانج لما ينزل في حتة خط الوسط بيمسح المنطقة دي كلها وبينظف المنطقة دي كلها. السولية أداؤه سيء. حمدي فتحي النهارده سميث باص كتير غلط. حمدي فتحي هو لاعب كويس ولاعب رجولي ولاعب ممتاز، بس لما يبقى فيه لعيب او 2 أو 3 مش في مستواه بيوقعوا الفرقه كلهم. احنا بنقول دفاعيا الاهلي كويس، اما هجوميا ما بيشكلوش خطوره. محمد شريف مش اللاعب اللي عنده الميزات الهجوميه كده، مش اللاعب اللي يستغل انصاف الفرص ويسجل هدف. محمد هاني النهارده جاته كره في ال 18 مش عارف يسددها، حسام حسن كذلك، حسين الشحات. يعني اللاعب لما بيجيله فرصه بحس ان هو بيتفزلك، عايز يشوط باكورد. يا عم العب الكوره السهله. احنا يا جماعه تعبنا بصراحه، احنا اتعبنا. حتى البديل اللي بينزل ما بيعملش فرق مع النادي الاهلي، لا هجوميا ولا دفاعيا. وانا شايف النهارده في بدايه المباراه اول ربع ساعه الاهلي ظهر بمستوى سيء، اللعيبه وحشه. ما استعجلش بالتغييرات ليه؟ ده ما يزعلش. انا لما يبقى عندي لاعب او 2 مش في مستواهم وشايفهم وحشين ما بيأدوش اللي عليهم في الملعب، اعمل تغييرات بدري عن كولر، بدل ما اعمل 3 اعمل 4. ده ما يزعلش. انا شايف ان اللاعب وحش واكمل بيه الشوط الاول وابدا بيه الشوط الثاني، فده اكبر غلط طبعا. فلاعيبه النادي الاهلي يا جماعه لازم تتغربل كده، عندنا كده بالفلاحين لما بيغربلوا الغله
بينزل الهرد، يعني الحاجه اللي ما بتنفعش. فلعيبه النادي الاهلي لازم تتغربل، محمود الخطيب لازم يفهم، ولازم حسام غالي يفهم. اللعيبه دي ما تصلحش في النادي الاهلي، اللعيبه دي جابت لنا اكتئاب كروي. يعني احنا واحد يقول لك الاهلي ما بتروحش كاس عالم، منتخب مصر ما بيروحش كاس عالم ليه؟ ما بناخدش افريقيا. ناخد ايه ده؟ اقول لك على حاجه، الكرة المصرية دي عايزة تتغربل من اتحاد الكرة لمسؤولين الكرة في مصر كلهم، عشان يبقى عندنا منتخب وطني ويبقى عندنا دوري مصري يا جماعة. الدوري المصري بأمانة في الأهلي وفي الزمالك ومسيطر على بطولات أفريقيا كلها، بس الكوسة خاربة النادي الأهلي. اللي وصل معايا هنا يخبط اللايك ونروح بقى لمباراة الزمالك والمقاولون. بصراحة الزمالك النهارده كسب بونت من المقاولون، يعني انا المقاولون عجبني، المقاولون فايق ورايق مع شوقي غريب. غير كده لما تيجي تكلمني تقول لي لما الاسماعيلي وقع، يعني هو اللي كان بيطلع لاعبين كده ونجوم، وكان عندنا اهلي وزمالك حلوين بنشوفهم فيها لعيبه متميزه، كان الاسماعيلي كان معاه فريق كشافه كده محترم، بيروح الاقاليم والارياف ويروح الصعيد واسكندريه وبيجيب اللعيبه دي من غير واسطه ولا من غير كوسه ولا اي حاجه. لكن دلوقتي اللي بنشوفه اللاعب اللي معاه فلوس وبتوع الاكاديميات ما بيعرفش يشوط ولا بيعرف يجري، هو اللي بيلعب عشان معاه فلوس. اما الموهبه لو ابوه فلاح ولا امه وحشه هيقول له توكل على الله، لكن اللي ما يعرفش يلعب كوره وامه حلوه هيقول له تعالى يا حبيبي انت هتبقى نجم. ليه بقى؟ عشان امه حلوه. طيب هتقول لي الفريقين اللي بيطلعوا لعيبه في مصر، هقول لك انبي والمقاولون، وده اللي ظاهر على المقاولون العرب، فريق جامد يا جماعه. اتعب الزمالك النهارده وشفنا احنا محمد سالم راح ب3 انفرادات، احمد فتوح مطلع كره من قلب الجون النهارده، وشايف الباك الشمال بتاع المقاولون العرب اخذ رجل المباراه، بصراحه لاعب ممتاز. المقاولون بيطلع لعيبه، المقاولون يعني بيجيب اللعيبه اللي هي مهاريه. وشفنا محمد صلاح طلع من المقاولون العرب لاعب عالمي كسر الدنيا، راح الزمالك قال له لا انت لاعب ما تنفعش تلعب في الزمالك يا حبيبي توكل على الله عشان ملوش واسطه. كوسه والله كوسه. طيب النهارده فريرة عك شويه، احنا لعيبه الزمالك بامانه انا اهلاوي بس لعيبه الزمالك احسن من الاهلي وفايقه ورايقه. طيب ايه اللي غير المباراه وقلب المباراه النهارده والمقاولون كان هيكسب؟ هقول لك حاجه واحده، نيمار ما يقعدش احتياطي وعمر جابر يلعب اساسي، محمد عبد الغني ما يلعبش اساسي والمسلوسي بره، سيف الجزيري في حالته ما يقعدش بديل وتلعب يوسف حسن اساسي. مين تاني يا عم حسن؟ شيكابالا بيقعد بينزل بيفوق الفرقه، نيمار نزل النهارده عمل شغل جامد قوي. مين تاني يا عم حسن؟ لعيبه يعني روق بيلعب اساس على مين؟ على عمرو السيسي ودونجا، يبقى انت وبروف انت بتخرف وشكلك كده عايز تخلع. فالنهارده في 4 لعيبه لازم يبداوا اساسيين في الزمالك، دونجا في الوسط، نيمار مكان عمر جابر، وسيف الجزيري، وكمان المسلوسي في الدفاع. 4 لعيبه هيقدروا يوقفوا الزمالك على رجلهم ويكسبوا المقاولون. المقاولون النهارده كثافه هجوميه، لعب هجومي ممتاز، راح ب3 انفرادات محمد سالم، وشايح لاعب ممتاز. يعني اللي بقول لك نجوسان نجوم، علي معلول وأوشاي افضل 3 باكات شمال في مصر وفي الدوري المصري. هم المقاولون ضغط الزمالك النهارده ولعب مباراه عالميه دفاعيا هجوميا خط وسط بامتياز. الزمالك ما كانش اكل عيش، استحوذ الزمالك، بس انا هكسبك في الكرات العاليه والكرات الثابته في الثنائيات بامانه. يعني لاعب واحد ولاعب مان تو مان 1 ضد 1، المقاولون النهارده اكتسح الزمالك. غير كده الهجوم منظم فعلا، المقاولون مع شوقي غريب شكل تاني. المقاولون فريق يعجبك، يعني 3 فرق في مصر من احسن ال3 فرق اللي بيطلعوا لعيبه، المقاولون انبي وادي دجله. فانا شايف النهارده الزمالك كسب بونت امام المقاولون، والحظ وقف ضد المقاولون العرب. النهارده كان يكسب الزمالك 2-3-0 مرتاح. فانا ما اقولش مثلا الزمالك خسر او اتعادل، لا انا استغل. خلصنا من مباراه الزمالك والمقاولون، نروح بقى نقطتين اللي معايا هنا لازم تقف، لو انت اهلاوي بالذات لازم تقف كده وتركز معايا وتسمعها. اللي كان بيميز الاهلي زمان محليا
لما الزمالك يتعادل الاهلي يفضل يستغل التعادل بتاع الزمالك ويدوس 5 6 مباريات فوز 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 فوز، لما يخلي الفريق المنافس يحبط، ما عندوش امل، ما يقدرش يقاوم الاهلي. الاهلي عمال فايز فايز فايز، فالفريق يجي له حاله من من ارتباك كده، مختل، يبدا بقى ينقط، يتعادل، يخسر، الاهلي يركب في الصداره. حتى لو الاهلي يتعادل او خسر ما يهموش فرق نقطه او 2. لكن احنا بقى بنرجع نفس السيناريو، الاهلي حاليا الزمالك يخسر مباراة أو يتعادل مباراتين 3 ويبقى فيه 6 نقاط وأنا راكب في الصدارة، أجي أتعثر تاني وأخسر مباراة واتنين وتلاتة. طيب أنت عندك 7 مباريات قبل ما تسافر المغرب، في 2 من المنافسين المباشرين معاك اللي هو بيراميدز والزمالك. لو ما فزتش واستغليت تعادل الزمالك وركبت على الصدارة بفارق 7 8 نقاط، هاجي من المغرب هتتأجل لي مباريات في الدوري، هيجي راجع الزمالك متصدر، ويا عالم النتائج هتعمل ايه بقى في المباريات المؤجلة دي. لا انت كده بتخلي المنافس روحه المعنوية ترتفع، عنده امل ان هو يركب الدوري، وبعدين ياخدوا 2 دوري هياخدوا التالت. في عم الاهلي فوق يا خطيب انت وحسام غالي، عشان الاهلي ما يقعش، نرجع نقول يا ريت. نتمنى اهلاويا نشوف النادي الاهلي كده ياخد دوري الابطال، بس بصراحه مفيش امل. الاهلي ما عادش اهلي، مش ده الاهلي اللي احنا بنشجعه، مش ده الاهلي بتاع حسن حمدي، ده مش الاهلي بتاع محمود طاهر، الاهلي ده بتاع الخطيب وحسام غالي، بتاع الكوسه والواسطه يا جماعه. كده وصلنا لنهايه الفيديو، ونتمنى ان شاء الله تضغطوا لنا لايك انت وذوقك، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واستنونا ان شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.